السلام عليكم. قصة جديدة وعبرة جديدة. قصتنا ديال هذا النهار على سخط الوالدين. هذه واحد الزوجة مات ليها الرجل ديالها وخلى ليها زوج بنيتات، وحده قاعده في الدار والصغيره كتقرا. ملي مات وصى الام على ديك الصغيره وقال لها تهلاي فيها وكتبي لها الدار اللي رحنا ساكنين فيها بسميتها. المهم رباتهم وكبرتهم. الكبيرة تزوجات واحد ولد الناس اللي تهلا فيها وما مخصصها حتى من حاجة، وديك الصغيرة ديما تابعة امها مفشاها ومخنتاها، اللي بغتها كتجيبها لها واللي تمناتها كتحضرها لها. ديما عايشة معاها، ديما كتخرج معاها، كتدخل معاها، موالفة معاها اكتر من البنت الكبيرة. ملي كبرات تزوجت هاد البنت الصغيرة حتى هي وعاشت في دار الاب ديالها. زوجت واحد السيد خدام خدمته وعنده الصالير ديالو. وهاد البنت ملي كبرت وتزوجت كما قلت لكم سكنت مع امها. ديك البنت تبدلت، ما بقاش تعامل امها مزيان، كتبقى تدفع لها الهضره، كتغوت عليها، كتقول لها فوقاش تكتبي لي هاد الدار اللي وسك عليها با. ديما كتلقاها غضبانه تقول لها مالكي، كتقول لها انت اللي ما بغيتيش تكتبي لي الدار بسميتي، با وصاك وانت ما بغيتيش ديري بلوصايه. كتقول لها واخا بنتي دابا نكتبها لك، دابا نكتبها لك. صافي دارت امها بحال الخدامه، كتغوت عليها، كتقول لها ضروري خصك تشقاي، حنا اللي كنصرفوا عليك وانتي ماشي غير جيتي وقاعده وتاكلي وتشربي، ضروري خصك حتى انتي تخدمي. كتدخلها للكوزينه، كتبقى تقول لها غسلي الماعن، طيبي، بحال الخدامه دارت الام ديالها. صافي ديك الام كتلقى على من تشكى، ما كتبغيش تمشي عند البنت الكبيره، كتقول لها انا نقعد مع بنتي الصغيره وفي داري. بنتها ما كتحترمش الام ديالها وما كتهلاش فيها، دايره رجل على رجل، امها هي اللي كتخدم في الدار، مكرفسه عليها لا بالهضره لا بالافعال لا بالاقوال. واحد النهار البنت ديالها الكبيره قالت مفوقاش ما شفت ما ضروري خصني نمشي عندها واخا هي ما كتبغيش تجي عندي. مهم مشات واحد النهار على غفله، الام ديالها كانت شويه عيانه، كانوا قاعدين، بقات تدق الباب، قالت البنت ديالها انا راني عيانه، البنت الصغيره نوضي حلي الباب. قالت لها انا راني لاهيه مع راجلي، سيري نتيا حلي الباب. المهم حلت الباب على البنت ديالها، هي دخلت البنت ديالها وبقات تغوت، قالت لها كيفاش هي قاعده بنتك الصغيره وانت اللي كتحلي الباب؟ ناضت وكتغوت وكدابز وقالت لها انت ما كتهلايش في ماما، مكرفصه عليها وشوفي ما كي ولات. المهم ديك البنت كتقول لاختها الكبيره انت دائما ملي كتجي كتنوضي لنا الغوات والمشاكل في الدار. الام ديالها قلبت على البنت ديالها الكبيره، قالت لها الا تبقاي تجي ديري لي الصداع انا وبنتي ما تبقايش تجي. قالت لها انا بنتي عزيزه عليا وانا مهليه فيها وهي مهليه فيا. قالت لها صافي عما ملي هكا من اليوم ما غادي تشوفي الوجه ديالي، ومشات وخلاتها. المهم ديك البنت بقات كتضغط على الام ديالها، تضغط عليها، كتبت ليها المحل بسميتها، كتبت ليها واحد الارض بسميتها بلا العلم ديال اختها. قالت لها هادشي بيني وبينك، ولكن نيت داك الراجل ديالها ديما كان انسيستي على الدار، يقول لها امك ما خلاتك، ما كتبتلكش الدار، وانايا غادي ندير لك الدار ديالك والمشروع ديالك، وهاد الدار اللي راحنا ساكنين فيها واخا وصباك هي الام ديالك مبغاتش تكتبها لك. المهم كيزير عليها، والبنت كتمشي تزير على امها. واحد النهار مشات ديك الام كتبت ليها الدار وجات عندها قالت لها راني درت لك داكشي اللي بغيتي، قلبت لك الدار بسميتك. بقات تعنق فيها وفرحانه، قالت لها شكرا ماما. المهم فاست واحد الايامات والبنت كتقلب على امها، بقات كتغوت عليها، جمعت لها الحوايج في الصاك ديالها وخرجتها ورماتها برا في الزنقه، وقالت لها من اليوم ما تبقاي تدوري عليا. قالت لها ياك بنتي ملي كسبت لك الدار جريتي عليا. قالت لها انتي اصلا ما كنتيش تعرفي الام ديالك وما عمر ما حنيتي فيها، كي بغيتيني انا نحن فيك؟ قالت لها سيري للخلا ولا سيري عند بنتك، وشدتها ورماتها. صافي جات مشات عند البنت ديالها الكبيره، جات عندها كتغوت عليها، قالت لها على جريتي على امك المسخوطه يا الفاعله يا التاركه؟ قالت لها انا كنت باغيه الدار، وها هي الدار كتبتها بسميتي، وانتي امك انتي تعرفي لها وانتي تهلاي في امك، انا سيدي مسخوطه كوني انتي مرضيه.
صافي مشات ديك البنت وقالت لها انا دابا غادي الذنوب ديال الام ديالي غادي يخرجوا فيك. واحد النهار كان قاعد رجلها في الصاله، بقى يهضر مع واحد البنت وكيضحك معاها ويغني لها. ملي دخلت المراه ديالو دار راسو بحال اللي ما شافهاش، قالت له مع من كتهضر؟ شدها من يديها قال لها اخر مره تدخلي عليا وانا كنهضر وتجي تصدعيني بالكلام ديالك. قالت له كيفاش هذا الشيء؟ ما عمرك ما رفعت عليا صوتك ولا يديك. قال لها راني هذا هو راجلك اللي كتعرفيه، وإلا ما عجبكش الحال دبري راسك. صافي بقى عندها. قالت له مالك كتعاملني هكا وتبدلت عليا، واش مبقيتش تبغيني؟ قال لها شوفي غادي تجمعي حوايجك وتخرجي من داري. قالت له كيفاش داري؟ كنايا الام ديالك سبتها لي وانايا اللي قلبتها بسميتك وثقت فيك ودرت لك الدار باسمك. قال لها قلتيها فمك هاد الدار بسميتي. وشدها وخرجها من يديها وخرجها هكاك بالكسوه اللي كانت لابسه، ما عطاها حتى حاجه. مشات خرجات وبقات كتبكي وكتزوق فيه وما حنش فيها، سد عليها الباب وخلاها. وتفكرات ملي هزت امها حتى هي من يديها وخرجاتها للزناقي. قالت ذنوب الام ديالي خرجوا فيا، وما عمر المسخوط ما يدير الجناح. ومشات للزناقي وما كاينش الام ديالها مدابزه معاها، الاخت ديالها كذلك. صافي بقات هكاك من زنقه لزنقه، رجلها دالها وسولا لها على الدار ورماها، والام ديالها عطاتها السخط وهي مشات في التالي لا هادي لا هادي. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش باللايكات والتعاليق. خليت لكم الراحه.